اهلا بيكم. اكيد سمعتوا الخبر خلاص لانه فعلا بقى رسمي. بعد شهور من الكلام اتاكدنا ان ابل قررت تستخدم جوجل جيميناي عشان يشغل سيري. ناس كتيره مركزه على ناحيه ابل، في اللي بيقول لك ان سيري اخيرا هتبقى جامده، وفي اللي شايف ان ابل استسلمت وراحت تدفع لجوجل عشان يصلحوا سيري. بس انا بصراحه مهتم اكتر بناحيه جوجل. انا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. تعالوا نفكر ثانية كده على حجم الموضوع. جوجل أصلا مسيطرة على تجربة ال AI الافتراضية في كل أجهزة أندرويد. خلال السنة اللي فاتت بدأوا ينهوا جوجل أسيستنت، ووحدوا أدوات AI كبيرة زي سيركل تو سيرش وماجيك إديتور، وخلوا جيميناي يبقى المساعد الذكي الأساسي لأي موبايل أندرويد جديد. ولعلمك دلوقتي في 4 مليار جهاز أندرويد في العالم، يعني كده جيميناي بقى أكتر AI منتشر على أي منتج AI في التاريخ. طيب بقى لما ندخل أبل في المعادلة، اللعبة أكيد هتتغير. أكيد التعاون ده مش هينزل على كل آيفون مرة واحدة، أكيد هيبدأ تدريجيا، وغالبا على الأجهزة الأقوى في ال AI. والكلام بيقول إنهم حوالي 500 مليون مستخدم من أولها، وده رقم مرعب لو أنت عارف. بس على المدى البعيد عدد أجهزة iOS النشطة حوالي 2.3 مليار جهاز. اجمعهم بقى على بعض أنت بتتكلم في 7.3 مليار جهاز ممكن يشغلوا جيميناي في المستقبل. وساعتها بقى مش هتفرق معاك موبايلك سامسونج، بيكسل، وان بلس، ولا حتى آيفون. العقل اللي جوه الموبايل هيبقى غالبا من جوجل، وده معناه ان جوجل هتحدد الذكاء الاساسي على اغلب موبايلات العالم، حتى لو كانت شركه حطت طابعها او شخصيتها فوق. في المرحله دي جوجل مش بس مشاركه في سباق الاي اي، جوجل بقت هي سباق الاي اي نفسه. وده بصراحه تاكيد كبير ان جوجل ماشيه صح من زمان. ولو انت متابع تكنولوجيا هتعرف كويس قوي ان شركه ابل عامله ازاي في وسط الشركات. ابل دايما انتقائيه جدا، وممكن تكون متعجرفه شويه بسبب نجاحها الضخم، وعندها معايير عاليه جدا للجوده. عادة أبل بتستنى غيرها يغلط ويقع، وبعد كده تراقب لحد ما تفهم اللعبة، وبعدين بتنزل بنسختها متظبطة. بس المرة دي الاستراتيجية دي فشلت فشل ذريع. للأسف مفيش طريقة شيك يتقال بيها الموضوع، بس أبل بصراحة فشلت في سباق الذكاء الاصطناعي ده فشل ما شفتوش قبل كده، وما شفتوش من شركه ضخمه زي ابل. ومن وجهه نظري الشخصيه ابل قصرت في البحث، قصرت في الاداء، قصرت في التنفيذ. وغالبا المساهمين دلوقتي قاعدين على دماغهم وبيطالبوهم ان هم يستخدموا اي بشكل اسرع واكفأ. ولما تبص على المنافسين زي اوبن اي وديب سيك، في الاخر ابل راحت تختار جوجل اكبر منافس ليها اصلا. طب ليه؟ غالبا السبب بيبقى كفاءه وتكلفه، مش موضوع سيرفرات خالص. ابل اصلا بتبني برايفت كلاود كومبيوت علشان الخصوصيه والمعالجه، يعني مش محتاجه سيرفرات جوجل. اللي ابل محتاجاه فعليا هو الموديل اللي تشغل عليه طموحاتها. ايوه، ابل عندها موديلات داخليه واكيد بتحاول تطورها، بس تدريب الاي اي اسيستنت ويكون ذكي بجد وخصوصا للموبايلات ويعمل كل حاجه تقريبا ده مكلف جدا، محتاج داتا ضخمه وسنين تجارب. وفي التوقيت المتاخر ده ابل غالبا استوعبت ان الارخص والاسرع انها تاخد موديل جاهز من جوجل اللي بقالها 10 سنين بتطوره، بعد كده بقى ابل تاخده وتظبطه على ذوقها. جوجل علميا قدمت لابل انظف واكتر ارضيه ثابته ممكن تشتغل عليها، خلت ابل تتخطى كل الشغل التقيل اللي باقي الشركات تعبت فيه لسنين، وتدخل على طول في اطلاق مميزات AI بريميوم. بس في رأيي الشخصي بقى ان اهم واكتر نقطة مؤثرة وناس كتير قوي مش واخدة بالها منها هي التأثير ده هيعمل ايه في الصراع بين جوجل واوبن اي اي. ناس كتيرة معدية الموضوع ومش مركزة ان الشراكة مع ابل كانت تقريبا جوهرة التاج في عالم التكنولوجيا، وبصراحة بعد الصفقة دي اوبن اي اي قدامها طريق طويل قوي. خليني اوضح نقطة مهمة. حسب كل المعلومات جوجل مش هتوصل لأي داتا مستخدمين من الصفقة دي. المعالجة كلها بتحصل على معالجات ابل وسيرفرات برايفت كلاود بتاعتها. اللي جوجل بتعمله فعليا هي انها بترخص التكنولوجيا دي، يعني بتديها الترخيص بس هنا بقى الفكره الخطيره. جوجل دلوقتي بتلعب دور التاجر. جوجل بتوفر الموديل وابل بتشغله جوه بنيتها التحتيه، بس ده لعلمك ضخم جدا، لان ترخيص جيميناي لابل جوجل عمليا قفلت الباب قدام اوبن اي اي عن واحده من اكبر واغلى القواعد الاستهلاكيه في العالم. تخيل ان انت سام التمان لثانيه واحده بس بتصرف مليارات على الشرايح والسيرفرات وابحاث وتطوير، وبتدفع ارقام مجنونه عشان تجيب احسن العقول، وفي نفس الوقت قلقان للناس دي تسيبك وتروح لميتا او جوجل. صفقه زي دي مش بس فلوس، دي كمان فرصه تسويق مرعبه، ان موديلك يوصل للناس العاديه مش بس المهتمين بالتكنولوجيا. بس دلوقتي جوجل اخذت المكان الوحيد ده، واحسن قناه توزيع ممكنه اتقفلت قدام اوبن اي اي. ومن هنا ورايح لو اوبن اي اي عايزه مستخدمين جداد لازم تدور بقى
على شراكات جديده من الصفر. اوبن اي اي دلوقتي مضطره تدور على طريقه تسويق جديده خالص وتقنع الناس انها تنزل ابلكيشن بينزل لوحده مش مدمج في موبايل يعني. وفي نفس الوقت جوجل مش محتاجه تعمل اي حاجه تقريبا، لان جوجل موجوده كموديل اي اي لجزء ضخم من مستخدمي الموبايلات في العالم. والصفقه طبعا مع ابل حطت جوجل بهدوء في مكان يخليها تكسب السباق مستريحه قوي. الخبر ده في رايي هو الاعلان الرسمي ان اتجاه الريح اتغيرت للاحسن او للأسوأ على حسب انت واقف فين، والباقي الايام هتجاوب عليه. وفي النهايه ده كان رايي من منظور مختلف شويه عن موضوع جيميناي وسيري. نشوفكم المره الجايه، وما تنسوش تتابعوني وتتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، هتلاقوا معلومات هتفيدكم جدا. شكرا جزيلا وسلام.